الراجل ده كان طالب اكل والاكل اتاخر، فالدليفري دخلت بسرعه وقالت له انا اسفه جدا ان اتاخرت عليك، الطريق كان زحمه جدا. قال لها مفيش مشكله، ما حصلش حاجه. دخلت الحمام وهي خارجه من الحمام جات لها مكالمه تليفون، الدكتور بيقول لها ان هيوقف علاج والدتها لو ما دفعتلوش فلوس النهارده. فالراجل سمعها بالصدفه وقرر ان يساعدها، رجع مكتبه وحط لها فلوس جوه شنطه الاكل. لسه البنت هتمشي نادى عليها، قال لها استني هنا، الاكل ده بارد، انا مش هاكل الاكل ده، ورماهولها في الارض. فالبنت احرجت جدا واخدت شنطه الاكل وخرجت. هنا الست اللي كانت قاعده معاه قالت له انت راجل ما عندكش رحمه ولا عندك قلب، اعتبر التعاون اللي بين شركتي وشركتك ملغي. وخرجت تجري ورا البنت ونادت على البنت، قالت لها ما تزعليش، انا هدفع ثمن الاكل ده وهاخده منك. الست بتفتح شنطه الاكل لقت فلوس كتير جدا. هنا فهمت هو عمل معاها كده ليه، فقالت لها واضح ان احنا ظلمنا الراجل ده. الراجل ده حب يساعد البنت دي، ان الطريقه بتاعته كانت غلط. ولا ايه رايكم؟ انتظر رايكم وصلوا على النبي في التعليقات.